مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المنصه الثقافيه التي تاتيكم اسبوعيا في هذا الموعد، ونستمر مع حضراتكم حتى 6:15 مساء بتوقيت القاهره. كالمعتاد بنقدم لحضراتكم مجموعه من الفقرات الحواريه في مجالات الفكر والثقافه والابداع المختلفه، بالاضافه الى قراءه سريعه لاهم الاحداث والفعاليات الثقافيه ايضا. في هذه الفقره او في هذه الحلقه سنقدم لحضراتكم موضوعين وفقرتين اساسيتين. الفقره الاولى فيها هتكون عن الادب النسوي الروسي، ولقاء مع الدكتوره دينا محمد استاذ الادب الروسي ورئيس قسم اللغه الروسيه بجامعه عين الشمس، وذلك بمناسبه الاحتفال بحمله ال16 يوم التي تطلقها الامم المتحده لمناهضه العنف ضد المراه. وفي ذلك الاطار سنتعرف على كيف وصل الادب النسوي وخاصه في روسيا، وكيف تم التعبير من خلال الادب عن عدد من القضايا المتعدده المرتبطه بالمراه. هذه القراءه سنحاول من خلالها ان نتعرف على اكثر من بعد، ليس فقط البعد الادبي وانما ايضا الثقافي والاجتماعي المرتبط بعدد من القضايا، وكذلك ايضا في مقدمتها ما يتعلق بقضايا المراه في روسيا. اما في الفقره الحواريه الثانيه فسيكون لنا ايضا حوار حول دور المكاتب الاعلاميه بالخارج، والقاء الضوء على الدور الثقافي المهم الذي تقوم به تلك المكاتب، خاصه فيما يتعلق بمد جسور التواصل الثقافي والفكري والاجتماعي والحضاري ايضا، وكيف انها ايضا تلعب دورا مهما ومؤثرا ليس فقط على المستوى الخاص بالجاليات المصريه في عدد من دول العالم، وانما ايضا في اطار تحقيق عدد من المشروعات والفعاليات على المستوى الثقافي وكذلك الاعلامي. سيكون معنا في هذه الفقره الأستاذة أمينة داوود عفوا المستشار الإعلامي لجنوب إفريقيا وأحد المشاركات في الندوة. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام بنبدأ مع حضراتكم في عرض سريع لأهم الأخبار والأحداث والفعاليات الثقافية بعد الفاصل. أقيمت مؤخرا دائرة مستديرة تحت عنوان المكاتب الإعلامية والثقافية في سفارات مصر بالخارج بين الواقع والمأمول، وقد قامت على إعداد وتنسيق الدائرة الأستاذة أنس الوجود، وهي طبعا ناقدة وإعلامية وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، وقد أدار المائدة الدكتور الإعلامي جمال الشاعر. ضمت المائدة المستديرة المستشارة أمينة حاتم المستشار الإعلامي السابق بجنوب إفريقيا، وأيضا الدكتورة رندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، الدكتور السيد الهادي المستشار الإعلامي السابق في كندا، والأستاذ علاء عبد الهادي الكاتب الصحفي، وكذلك السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأستاذ مصطفى عبد الله مدير مكتب الأهرام والتلفزيون بالنمسا، والدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي السابق في أمريكا. بدأت الجلسة بكلمة الدكتور جمال الشاعر، حيث ألقى الضوء على عدد من المحاور من بينها الدور الذي تلعبه المكاتب الإعلامية الثقافية بالخارج وما تقوم به من دور في تصحيح الصورة الذهنية، وأيضا عدد كبير من المشاركين قدموا يعني بمثابة كلمات مهمة كل على حسب المحور الذي تحدث فيه. وهناك الحقيقة عدد كبير من المحاور سنحاول أن نناقشها مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمينة حاتم المستشار الإعلامي الأسبق بسفارة مصر بدولة جنوب إفريقيا. أهلا وسهلا بحضرتك، منوراني يا فندم، نورتينا. الحقيقة أنه موضوع في غاية الأهمية وطرحه بحييكم جدا عليه، لأنه من الموضوعات اللي يمكن مش بيتم عليها تسليط الضوء بشكل كبير سواء على المستوى الإعلامي أو حتى على المستوى الأوساط الثقافية، لكن دور المكاتب الإعلامية والثقافية في سفارات مصر بالخارج في يعني أهمية شديدة جدا. خلينا نتكلم في البداية على اختيار موضوع الندوة وعلى دور هذه المكاتب بشكل كبير في الوقت الراهن، كيف رصدتوها من خلال هذا الحديث؟ شكرا للاستضافة، وأحب أقول لحضرتك من وجهة نظرنا الإعلامية أن الندوة دي الحقيقة كانت ناقوس بيدق لتركيز الاهتمام على المكاتب الإعلامية اللي في الخارج، على المكاتب الثقافية. كنا الحمد لله نخبة من الزملاء والزميلات اللي موجودين في هذه الندوة، كلنا اتكلمنا بشفافية وبمنتهى الأمانة عن أهمية مثل تلك المكاتب. صحيح هكلم حضرتك برضو عن المكاتب الثقافية ودور الإعلامي في المجال الثقافي، ولكن المكتب الإعلامي بيكون له دور
مهم جدا في ان هو بينقل السياسة العامة للحكومة وللدولة في الخارج لدولة المقر اللي بنخدم فيها، وبالتالي هو عنصر أساسي من عناصر الأمن القومي المصري. فأعتقد أن في هذا التوقيت حينما يطالبون بمثل هذه الندوة، ده معناه أن احنا بندرك أهمية مثل هذه المكاتب، سواء الإعلامية سواء الثقافية، في الدفاع وحماية سياسة مصر الخارجية نعم. والداخلية، ولكن بنطرحها خارجيا. طب ما الآليات التي تستخدم يا فندم من قبل المكاتب الإعلامية والثقافية في سفارات مصر بالخارج لتوضيح هذه الرؤى؟ ما هي الأذرع والآليات المستخدمة؟ الحقيقة هتكلم عن المكاتب الإعلامية لأن هو ده تخصصي. نعم. كل ذراع يمكن أن تستخدميه، بداية من المعلومات. سلاحك الأول كمستشار إعلامي المعلومة، إيه قدر المعلومة اللي عندك، ولازم تكون معلومة مؤكدة. احنا ما بنشتغلش على معلومة بالسمع، احنا بنشتغل على معلومات مؤكدة من مصادرها طبعا. نعم. لان احنا بننقلها لسفاراتنا فإلى صانع القرار، فإذا لازم تكون معلومتي مؤكدة، ولينا وسائلنا في ان احنا نتأكد من هذه المعلومة. ان انا بتواصل مع كافة وسائل الإعلام في دولة المقر اللي هي الدولة اللي انا بخدم فيها، كافة وسائل الإعلام بدولة المقر. ان انا يوميا لازم يكون الصبح بدري قبل 9 يكون عندي قائمة كاملة، وانتهيت من اعداد كل ما يتعلق بعلاقة مصر بالدولة اللي انا بخدم فيها، بعلاقة هذه الدولة بدول القارة ككل، بعلاقة هذه الدولة بالمحاور الإقليمية الهامة بالنسبة للسياسة المصرية. فإذا أنا بجمع كل حاجة، بألم بكل حاجة علاقات تلك الدولة بالشرق الأوسط. ده كله ما بيكونش بس من مجرد وسائل إعلام زي ما كتير بيعتقدوا، لا، أنا زي ما قلت لحضرتك أنا ده بجمعه صبح بدري، أجي بعد كده يتركز عملي إن أنا ما كنش متواجدة في مكتبي. أنا زي المكوك بالظبط، عمل المستشار الإعلامي عمل مكوكي. مراكز الأبحاث لازم أغطي مراكز الأبحاث الرسمية اللي ليها صدى، اللي ليها كلمة، بعد ما بكون دارسة مين ضيوف مراكز الأبحاث هذه، بمعنى شخصيات قادمة من دول أجنبية. ما هذه الشخصيات، ما هي خلفياتها، ما هي مواقفها من السياسة المصرية سواء داخلية أو خارجية. أحضر معاهم كمستشار إعلامي لسفارتي، بناقش معاهم، بشوف النقط اللي بيركزوا عليها، نقط مهمة جدا. أنا بعمل سمري بعد كده، وبودي التفاصيل مع الملخص إلى كل الجهات المصرية المعنية. نعم. ليه؟ لأن هم مش موجودين معانا في الخارج. صحيح. طب بالنسبة بقى للدور اللي بتلعبه المكاتب الإعلامية للجاليات المصرية في الدول المختلفة، كيف يكون التواصل؟ ما دور أيضا هذه المكاتب؟ المكاتب الإعلامية ليها شقين في التعاون مع الجاليات المصرية. أولا لازم الاتصال المباشر، وعشان كده برضو أنا بؤكد على مستشار الإعلامي المكوكي. أنا بطلع كل المدن حسب الجاليات، قوة وجود الجالية المصرية فيها ايه، ما بتوقفش. في المعتاد السفارة بتكون في العاصمة السياسية لدولة المقر، فبنقيم فيها. لا، ما ينفعش ان انا افضل في العاصمة السياسية، مش مفيش مركزية المفروض يعني. طبعا لازم اتنقل وفقا للتكتلات المصرية الموجودة. ازاي بقى بيستفيد المصري المقيم خارج حدود الوطن من المكاتب الإعلامية الموجودة للسفارات؟ بيستفيد اولا، انا المكاتب الإعلامية تتبع الهيئة العامة للاستعلامات. نعم. والهيئة العامة للاستعلامات حاليا تتبع رئاسة الجمهورية، وسابقا كانت تتبع وزارة الإعلام. لينا إدارة كاملة للنشر، للكتيبات، كل ما يتعلق بالثقافة المصرية، كل كتب الثقافة المصرية، السياحة في مصر، سيديهات، فيديوهات، كل الحاجات دي، مواقع إلكترونية للهيئة العامة للاستعلامات، كل الحاجات دي أنا بأتيحها للمصري طالما هو طلبها. المهم ان يبقى في قناه. طلبها بشكل شخصي ولا لا طلبها بمعنى ان اصبح لديه علم بها. نعم. ان في تواصل بيني وبينه. وعشان كده من احد الادوات مثلا ان انا عملت قناه يوتيوب خاصه بالمكتب الاعلامي
في السفارة المصرية بجنوب أفريقيا للجالية المصرية. نعم. بحيث اتفضل. طبعا الحقيقه الحديث عن هذا الموضوع والتعريف به مبدئيا كان شيء من الاهميه لمكان، لانه الحقيقه في يعني بعض الناس بيغفلوا دور المكاتب الاعلاميه في سفارات مصر بالخارج، لكن حضرتك الحقيقه وضحت لنا بشكل جيد جدا وايضا مختصر. لكن خلينا نرجع مره ثانيه يا فندم للندوه التي اقيمت بعنوان المكاتب الاعلاميه والثقافيه في سفارات مصر بالخارج بين الواقع والمأمول. في تصور حضرتك ابرز التحديات اللي بتواجه هذه المكاتب الاعلاميه، كيف تناولتوها في الندوة وكيفية الوصول للمأمول الذي نرغب فيه جميعا؟ أشكرك على هذا السؤال. عشان نبتدي بالواقع، الواقع يعني مع الأسف المكاتب الإعلامية كان عددها وصل ل 69 مكتب على مستوى قارات العالم. 69 مكتب ده عدد مش هين أبدا. أما الوضع الحالي فهو لا يوجد أي مكتب حاليا بقارات العالم، لا يوجد أي مكتب إعلامي بأي دولة من دول العالم. التحدي بتاعنا لماذا؟ بالضبط الاستمرارية. لابد أن يكون هناك استمرارية في أي عمل علشان يعني ينجح. تم الاكتفاء مثلا بالمكاتب الثقافية أكثر من لا المكاتب يا الإعلامية؟ فندم، لا يا فندم. توضيحا. تم توضيحا. تعطيني بضع دقائق أوضح لحضرتك. اتفضلي. بداية المكاتب الإعلامية ظهرت في مصر من قبل سنة 54. الهيئة تأسست كمصلحة الاستعلامات في 1954. في ذلك الوقت بدأت كمصلحة وليست كهيئة عامة للاستعلامات، ومع عام 1967 أصبحت الهيئة العامة للاستعلامات. نعم. وفي هذا الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أسست الهيئة العامة للاستعلامات الأمريكية. فعلى هذا الغرار قمنا بتأسيس هيئتنا العامة للاستعلامات عشان تكون داخليا خط الدفاع الداخلي لمصر، وخارجيا الصورة الذهنية، صناعة الصورة الذهنية وإيصال صوت مصر للخارج. وبناء عليه ابتدينا في المكاتب، وصلنا ل60 مكتب. مع الثمانينات وصلنا إلى 69 مكتب. طبعا ده كان عدد رائع. واحيانا في بعض المكاتب كان يوجد 2 مستشار اعلامي و2 ملحق اعلامي، لانه كان عمل ثقيل كما نطلق عليه. مع الاسف بعد كده مع سنة 2002 مع بعض الازمات الاقتصادية طلب تقليص عدد المكاتب الفنية. تقليص ولكن عدم انهائها، يعني ظلت موجودة ولكن التاريخ. تقليص عدد بعض المكاتب الفنية اللي في الخارج. نحن نعتبر مكتب فني. المكتب الثقافي يعتبر مكتب فني تابع للسفارة، بنلحق بالسفارة المصرية بالخارج على أساس أننا لا نتبع قانون السلكين، قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. نعم. هذا هو الواقع. ربما المأمول بقى، يعني ما الذي تأملون؟ المأمول نتمنى أننا بداية يكون هناك إدراك لقوة الدولة الشاملة. أقصد أن الإعلام سلاحه المعلومات، الاثنين مع بعضهم بيمثلوا قوة من قوى الدولة الشاملة في كل النظريات. يعني حضرتك يعني دلوقتي الآن عندما تحدثت في هذه الندوة وهي ضمت عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين في هذا الموضوع، بضرورة طالبنا أولا سعداء بمثل هذه الندوة لأنها فتحت لنا المجال أننا نتكلم. ثانيا طالبنا وألحينا بأهمية وجود المكاتب الإعلامية في الخارج. عذرا، العمل الإعلامي السليم في الخارج لا يمثله ولا يستطيع أن يمارسه سوى المتمرس على العمل الإعلامي. طيب. وده كان أساس طلبنا. مسألة في غاية الأهمية، فكرة الاختيار الأكفاء في المجال للقيام بهذا الدور المهم. طيب لما بنتكلم كمان على أنه الحقيقة الندوة تناولت دور مصر الثقافي، واعتبار كمان الأكاديمية المصرية لفنون بروما واحدة من هذه الآليات المهمة التي أيضا بتقوم بمجهودات وبأنشطة مهمة في هذا الإطار، وفكرة أنه يبقى في هذا التواجد على أرض الواقع لمصر الثقافي والحضاري في دولة مثلا زي روما. كيف
تناولتوا مثلا هذا البعد واهميته في عدد بقى كتير من تصحيح اخطاء موجوده لدى الاعلام الغربي في بعض الاحيان، من تعريف بوجه مصر الحضاري طوال الوقت وعبر السنوات، من وجود مبدعين وفنانين بيسافروا لهناك وبيكون لهم تواجد في روما، يعني كل هذه الامور كيف تناولتوها؟ الزملاء المتخصصين المستشارين الثقافيين اللي كانوا معانا في الندوة الحقيقة شرفونا بأنهم وضحوا لنا أن الأكاديمية المصرية في روما تعد واحدة من 16 أكاديمية فنية على مستوى العالم. كون أن مصر تكون ما بين 16 أكاديمية على مستوى دول العالم يبقى أكيد إحنا حققنا حاجة من خلال هذه الأكاديمية. طبعا للأمانة مصر مش محتاجة أنها تتكلم عن سياحة مصر طبعا، ولا ثقافة مصر مهم بالظبط ولا تاريخ مصر، لكن وجود هذه العناصر بيفتح المجال للجاليات المصرية وللطلبة المصريين اللي بيدرسوا في هذه الأماكن بأن هم يشوفوا الحاجات دي بالفعل ويكونوا حلقة وصل ما بين الأجنبي وما بين هذه الثقافات والثقافة المصرية. نعم، إذا الحقيقة برضو السفير عمرو عباس أثنى على الدور الذي تقوم به مدرسة نجيب محفوظ بالخارج، والتي أيضا أنشئت بتضافر جهود الدولة مع الجالية المصرية في إيطاليا، وذلك لتدريس المناهج المصرية أيضا، كما تحدث عن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي التي وجهت للمصريين بالخارج. احنا هنا بنتكلم على يعني بعض البنود المهمة اللي إبرازها مهم لتوضيح أنه تواجد الثقافي والإعلامي لمصر أساسي خارجيا من خلال هذه المكاتب بيلعب دورا مهما على جداً فكرة التواصل. بس زي ما حضرتك ذكرتي من دقيقتين اختيار العناصر المؤهلة طبعا ده اساسي طبعا في مجموعة من المعايير في مجموعة من المعايير لازم نلتزم بيها لا نغض الطرف عنها اطلاقا. لان زي ما بقول لحضرتك انا كاعلامي انا عليا ان انا اصنع صورة ذهنية، عليا ان انا انقل معلومة سليمة واعرف معلومة سليمة، يعني انا بنقل معلومة سليمة عن مصر وبوصل لمصر معلومة سليمة. ان انا كل زيارات المسؤولين انا بتولاها مع السفارة والزملاء في السفارة في مجالي، كل المقابلات حتى الاحتفالات. احنا ما بيجي اسبوع ثقافي ما دام ما فيش مكتب ثقافي انا بتولى هذا، بتكون مسؤوليتي. لان الاعلامي ما يبعدش عن الثقافي. السياحي لا يوجد مثلا في جنوب افريقيا لا كان في مكتب ثقافي ولا كان في مكتب سياحي، خلاص المكتب الاعلامي بيتولى بكل هذه البنود. دي مسؤولية قبلنا أن نكون في هذا المنصب علينا أن نوفيها. نعم، إذا فكرة الحديث مرة أخرى عن مثلا المبادرة الرئاسية اتكلم عربي دي برضو من الأمور مهمة جدا طبعا، ربط الجاليات المصرية طبعا بالوطن حتى الأجيال الجيل الثالث والرابع اللي لازم يعرفوا اللغة العربية ولابد أن يتحدثوا باللغة العربية. لأن لو تلاحظي حضرتك بالمعدلات أيا ما كان المصري ناجح في الخارج بعد ال55 بيحن حنين غير طبيعي الى العودة الى ارض الوطن. نعم. بيحس ان ده مكانه. هتلاقي اولاده ابنائه بيفضلوا ان يستمروا في الخارج، لكن لو ثقافتهم مصرية لو بيتكلموا مصري هتلاقي الفكر اختلف، بالعكس هتلاقيهم عنصر مهم جدا في تشكيل الصورة الذهنية عن مصر في الخارج. يعني هم هيكونوا وسيلة لتبادل الثقافة مع الأجانب. نعم، الحقيقة كمان الدكتورة رندا رزق تحدثت عن الخدمات التي تقدمها المكاتب الثقافية لمصر بالخارج، وأكدت على خدمة مثلا أبناؤنا بالخارج. هذه أيضا الأمور بنتكلم طول الوقت على أنه يبقى في تفاعل بين المصريين بالخارج مع هذه المبادرات أو هذه المشروعات. كلميني برضو حضرتك على هذه الخدمة، خدمة أبناؤنا في الخارج، كيف تم تناولها في الندوة والتعريف بيها، وكيف إيصالها أيضا للفئة المستهدفة؟ إيصالها بيتم كتير من المصريين بيتخيلوا في الخارج ان من الصعوبة بمكان ان يكون هناك تواصل مع السفارة ومع المكاتب التابعة للسفارة، ولكن بيجدوا انه لا مفر، هم محتاجين الكتب الدراسية. احنا فاتحين الابواب، الكتب الدراسية بتيجي من خلال المكاتب الثقافية علشان ابنائنا اللي بيمتحنوا. مواعيد الامتحانات بتتم داخل مقر السفارة المصرية سنويا. ايضا بنجد هناك بعض المراكز لتعلم اللغة العربية. اذا التواصل لابد ان يكون من الطرفين. انا علي رسالة ان انا جذب انتباههم
التعامل معاهم، وبالتالي انا بيبقى عندي قائمة وبحدثها باستمرار عن الجالية المصرية، وقدر المستطاع بنتبادلها ما بيننا وما بين الزملاء، اضافات جديدة، المناسبات المهم كلها كمان انها توصل للفئه المستهدفه. واعتقد النهارده قدر المستطاع. الاعلام الرقمي بيلعب دور كبير جدا في انه اصبح اي رساله اعلاميه سهل انها توصل من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي طبعا. وغيره. كل الامور دي برضو سهلت بشكل كبير. عشان كده لازم المستشار الاعلامي يكون عنده القدرة على التعامل مع كافة وسائل التواصل الاجتماعي، الالكترونية، السريعة. كل المؤهلات دي هتكفل لنا استمرارية عمل المكاتب الإعلامية بنجاح. برضو عايزة يعني نفهم من حضرتك أكتر، هل المكتب الثقافي كفيل بأن هو يقوم بدور المكتب الإعلامي، ولا المكتب الإعلامي هو اللي ممكن يقوم بالدورين؟ هذه المسألة ممكن تكون شديدة الحساسية، ولكن هي شديدة الحساسية، ولكن ما اعتدنا عليه. أنا هقول لحضرتك ما اعتدنا عليه في عملنا. زي ما بقول لحضرتك، أما بيكونش فيه مكتب ثقافي، أنا كمكتب إعلامي أنا اللي بتولى الملف الثقافي. يعني المكتب الإعلامي هو أشمل زي طبعا طبعا. على سبيل المثال هناك الجمعية الخاصة بالآثار المصرية في جنوب أفريقيا، ده عمل مكتب ثقافي، ولكن لعدم وجود مكتب ثقافي علي أن أنا أتبادل المعلومات معهم، أوفر لهم الكتب، عمل الندوات، المشاركة مع السفير في زيارات ليهم، إن هم يزورونا، دعوتهم وما إلى ذلك. كل ده أنا بقوم بيه. مهرجان سياحي، عاملين مهرجان سياحي عن مصر، خلاص أنا عليا إن أنا أعمل الصورة الكاملة اللي تليق بمصر وبتاريخ مصر وبحضارة مصر، وأعرض كمية هائلة من الكتيبات التي تقدم مجانيا إلى كل الزوار بصرف النظر عن الجنسيات، إضافة طبعا إلى المائدة المصرية العامرة. لازم بندوقهم أكلتنا المصرية. أكيد. الحقيقة أنه الثقافة بشكل عام هي مفرداتها كثيرة جدا، وأنه الثقافة ليست حكرا على الكتب وأمهات الكتب والمصادر والمراجع، وإنما الثقافة حياة، يعني زي ما حضرتك تفضلت ممارسة. نعم، طريقة التعامل، طريقة الحوار، طريقة احترام الآخر، طبعا. طريقة الطعام، طريقة الملبس، كل هذه داخلة في نطاق المفردات الثقافية. فكمان توضيحها مسألة مهمة جدا، لأنه الثقافة ما هيش شيء مخيف أو نخبوي، وإنما هي حياتنا كلها. هي وسيلة مهمة جدا من خلالها نقدر نمارس ما يطلقون عليه في الوقت الراهن الدبلوماسية العامة، أو الدبلوماسية الشعبية، أو الدبلوماسية الناعمة كما يطلقون عليها. القوى الناعمة. طبعا هي الدبلوماسية الناعمة أو القوى الناعمة دي كلها ده صلب عملنا. صحيح. كمان لما حضرتك كنت موجودة بالفعل في جنوب افريقيا كمستشار اعلامي اسبق لسفارة مصر بدولة جنوب افريقيا، كان هناك هذا الزخم بترصديه على ارض الواقع بقى من خلال عرض الثقافة المصرية. من خلال تجربة حضرتك الشخصية، الى اي مدى عرض الثقافة المصرية سواء كان بشقها المادي او حتى غير المادي بيكون عليه اقبال من الجنسيات الاخرى؟ انا هقول لحضرتك التوقيت اللي احنا كنا موجودين فيه الحقيقة كان انتخابات مصرية. نعم. لم تتم، رغبة في الإطاحة برئيس الجمهورية إلى أن تنازل عن الرئاسة، ثم انتخابات، ثم حكم إخوان، ثم انتهاء فترة حكم الإخوان، ثم الثورة المصرية وما إلى ذلك. أنا مش عايزة أقول لحضرتك الفترة دي كانت حقيقي سنوات عجاف، لأن البعد الثقافي كان بيلعب دور وقتها. كل الجوانب طبعا كل الجوانب، بس هنتكلم على الجالية المصرية تحديدا في هذا الوقت. أنا شقي تخصصي الإعلامي. الجالية المصرية الحقيقة بان دورها في الوقت ده بقوة. أنا مش عايزة أقول لحضرتك المجهود اللي كانت الجالية المصرية مقتنعة بيه تماما، والدور اللي بتلعبه مصر ومحافظتهم على الدور المصري وعلى الثورة المصرية، لدرجة ان هم كانوا بينظموا وقفات امام السفارة المصرية امام وسائل الاعلام، وكنا ندعو وسائل الاعلام في جنوب افريقيا انها تيجي تشوف بنفسها المصري
بيقول ايه نعم. والمصري بيختار ايه. الحقيقه انه كمان الحديث عن نقطه طول الوقت بتتكرر بين الحين والاخر، عن انه تصحيح الصور المغلوطه، عن انه طبعاً. توضيح بعض الامور اللي مش مفهومه، عن انه بعض المزاعم حتى اللي بتشكك في بعض الاحيان في الحضاره المصريه وفي التاريخ المصري والى اخره. على المكاتب الاعلاميه والثقافيه دور كبير جدا في الرد على هذه المزاعم، ولكن من خلال المتخصصين. كيف بيتم الاستناد والتواصل ما بين المكاتب الاعلاميه والمكاتب الثقافيه في دحض إشاعات مثلا، في توضيح صورة مغلوطة؟ هذا التواصل أيضا من الأهمية بمكان يعني للغاية. إذا كان هناك مكتب ثقافي يتم تبادل الآراء ونشوف البيانات اللي بتجيلنا من مصر ونشتغل عليها. ما لم يكن هناك مكتب ثقافي، أنا لي هيئتي التي أتبع لها، علي ان انا اتقدم اليها باستمرار. ايه الوضع اللي موجود عندي، ايه الاوضاع المغلوطة، ايه هي وجهات النظر المطلوب اننا نطرحها، وبناء عليها نشتغل عليها ونبتدي ناخد تعليمات بايه الامور التي يجب ان نطرحها ونقدمها لوسائل الاعلام. نقطة مهمة احب اوضحها لحضرتك، انا كمستشار اعلامي، كسفارة، كأي مسؤول في الخارج، انا ما اقدرش اقول ان انا هغير وجهات النظر من الرفض الى الموافقة. انا هكون حققت نجاح حينما احيد رأي المعارضة. نعم. الحقيقة انه الحديث طوال الوقت عن فكرة الوعي ومسألة الادراك وفكرة كمان الاستدامة في العمل الاعلامي طبعاً. من الاهمية بمكان. طبعا. فخلينا برضه نعرف من حضرتك لاي مدى ممكن جدا المكاتب الاعلاميه والثقافيه بتقوم بهذا الدور المهم، وهو الاستدامه في العمل الاعلامي. ولكن هنتعرف على اجابه حضرتك بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود مره اخرى. جديد مشاهدينا الكرام، وما يزال الحديث مستمر حول الدور الذي تلعبه المكاتب الإعلامية والثقافية للسفارات الخاصة بمصر في الخارج. والحقيقة كان هذا هو عنوان الندوة التي أقيمت مؤخرا في إحدى المكتبات الشهيرة، وتم عرض عدد من الرؤى والأفكار لعدد من المتخصصين سواء في الخارجية أو في الإعلام أو من خلال السادة الإعلاميين في الصحافة وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى. قبل الفاصل كنت أتحدث مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمينة حاتم، المستشار الإعلامي الأسبق بسفارة مصر بدولة جنوب إفريقيا، عن فكرة الاستدامة في العمل الإعلامي، كيف تساهم وتساعد أيضا في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المكاتب. إيه المقصود بالاستدامة في العمل الإعلامي أستاذة أمينة، وكيف يتم الاستفادة منها؟ الاستدامة في العمل الإعلامي وفي أي نشاط هي استمراريتي دون توقف. نعم. يعني ما يقدرش يكون عندي زخم في مكتبي الإعلامي سنوات وسنوات وسنوات وأعمل دروب بعد كده ويبقى المكتب مش موجود. كل اللي اعتادوا على أن يكون لهم تواصل مع هذه المكاتب الإعلامية وفجأة لا يجدوها، صورة مصر بتغيب عنهم. طب خليني برضو أخد الطرف الآخر أو الرأي الآخر. طب إحنا النهاردة بنتكلم على المكاتب الإعلامية، مش بنتكلم على المكاتب الثقافية. المكاتب الثقافية ما تزال موجودة، لكن المكاتب الإعلامية لسبب أو لآخر تم تقليص عددها أو يعني تعويض إلغائها. لا يتم تعويض وجودها. نعم، ده وجهة نظر حاجة، أنا بحترم وجهة نظر حاجة، بس إحنا بنشرح الفكرة كاملة. لكن في البعض هيقول لحضرتك لم يعد هناك ضرورة لوجود مكاتب إعلامية لمصر بالخارج، لأنه الآن أصبح التواصل الإعلامي عبر القارات في لحظة وأخرى عبر شاشات التلفزيون والإذاعات وإلى آخره، ليس كما كان مثلا منذ 50 عاما مثلا. صحيح. رد حضرتك على هذه الجزئية. بداية لازم نعرف ان المتلقي ليس فقط المتلقي باللغة العربية. قنواتنا كلها باللغة العربية. يبقى اذا انا هخلي كل علاقاتي وتبادلي مع العالم العربي فقط لا غير، واترك قارات العالم الاخرى دون تواصل، حتى وان كانت يعني وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي. لا، احنا بنتكلم الاول عن الاعلام التقليدي. انا بتكلم، حضرتك قلتي من 50 سنة. نعم، هذا في الماضي بالظبط. دي ما ينفعش، لازم اكون انا موجودة. ليه؟ هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. ده في الماضي. لا، حتى دلوقتي لو قلنا المكاتب الإعلامية مش موجودة
وهنستعيد عنها بوسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك بتطرحي او او البعض البعض بشكل عام. ما هو التواصل الاجتماعي هو الاعلام الرقمي. نعم صحيح. لو هنفترض كما يطلب البعض او كما يظن البعض انهم بامكانهم ان تلك الوسائل ستغني عن المكتب الاعلامي. طيب لما تيجي دولة وينزل في جورنان على سبيل المثال ان منتج مصري يتم منعه من الدخول الى اراضي دولة ما نتيجة لوجود عفن معين في هذا المنتج، انا كمستشار اعلامي كمكتب اعلامي انا برصد الحالة دي. مين اللي هيرصدها لي لو وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا برصدها في دولة المقر. ايه اللي انا بعمله؟ انا بتواصل مع الجهات المتخصصة في هذا الشأن. هذا الموضوع حقيقي؟ يجوا يقولوا لي لا الموضوع ده مش حقيقي. طب ادوني المستندات الدالة على ان هذا الموضوع غير حقيقي. اخد المستندات الرسمية الدالة واراسل الصحيفة او اراسل وسيلة الاعلام واطالب مساحة مماثلة للمساحة اللي نزل فيها الخبر وفي نفس المكان، وبالتالي ينزل على مسؤولية المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية تصحيح، ويكون في العنوان تصحيح الخبر الخاص بكذا التابع لجمهورية مصر العربية. هل التواصل الاجتماعي هيقدر يقوم لي بهذه؟ هدي لحضرتك مثال آخر. في وقت التوترات واتخاذ بعض المواقف تجاه مصر، دورنا كمكاتب إعلامية ان احنا نعمل ايه؟ احنا وانس ما بنوصل لدولة المقر لابد ان ننتشر ونتوغل. بمعنى انا لازم قبل ما اسافر اكون عارفة وسائل التواصل كلها، وسائل الاعلام اللي انا داخله عليها ايه طبيعتها، ايه توجهاتها، ايه ابرز الشخصيات اللي بيكتبوا فيها. بمجرد ما بوصل انا بعمل كوردزي فيزيت ليهم، بقوم بزيارة ليهم، اعرفهم بنفسي انا جايه بقى امثل ايه، انا جايه بديل عن زميلي، دي السستينابيلتي الاستمراريه، بديل عن زميلي اللي هيغادر او غادر بالفعل، وهنبتدي التعاون مع بعضينا. حين القلاقل ما بين دوله ودوله او موقف مضاد لمصر، اللي انا بعمله ان انا بنظم رحلات لوسائل الاعلام دي. يعني انا اللي عارفاهم عارفاهم في دور على طبعا، انا اللي بختارهم، بيقوم بيه المنسق الاعلامي او المستشار الاعلامي. المستشار انا اللي بنزلهم مصر على نفقة الحكومة المصرية، يقيموا الفترة كاملة. كل المسؤولين اللي عايزين يقابلوهم بكون رتبت لهم اللقاءات. التوقيتات اللي عايزين يمشوا على كوبري قصر النيل في الفجر بمشيهم عشان يشوفوا الامن والامان في بلدي. انا ما بدعيش، انا بدي حقائق. هل وسائل التواصل الاجتماعي هتقدر تعمل الكلام ده؟ هل القعدة باستمرار مع الزملاء النظراء في السفارات الاخرى والاحتفالات؟ احنا مش بنروح لحضور احتفالات، انا بحضر الاحتفال لان ليا مهمة ان انا بنقل صورة ذهنية عن دولتي. انا بتكلم ازاي، لغاتي شكلها ايه، ثقافتي عاملة ايه، حضوري الندوات. انا هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. في البرلمان الافريقي في احدى الدورات كانوا بيكلموا عن الشخصيات الافريقية البارزة التي اثرت في افريقيا، وابتدوا يتكلموا عن الراحل معمر القذافي وعن بومدين وما الى ذلك، ولم يكن هناك ذكر لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر اللي قامت على اكتافه كثير من الدول الافريقية. ليه؟ عشان ما فيش سستينابيلتي، الاستمرارية، ان احنا دايما نفكرهم احنا موجودين، احنا هنا. الدور ده لن تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي. انا كاعلامي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هي لا تغني عني اطلاقا. نعم، اذا الحديث حقيقة عن الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الاعلامية والثقافية للجاليات المصرية بنعود له مرة اخرى على صعيد مثلا التعليم. أيوة. مسألة مهمة جدا، خاصة وانه طبعا في ابناء لينا واسر كتير طبعا بتعيش بره مصر ولكن بتدرس سواء كان مناهج مصرية او غير طبعا مصرية. دور برضو المكاتب الاعلامية والثقافية، هل هي ليها نفس الدور ولا في اختلاف فيما يتعلق بموضوع التعليم؟ المكاتب الثقافية بتقوم بالدور الأكبر، وأكبر مثال على كده مثلا البيت المصري. البيت المصري ده افتتح قريبا جدا في فرنسا. ده هناك آمال أن يكون هناك البيت المصري في جمهورية مصر العربية. اتعمل البيت المصري بحيث أنه يتبع وزارة التربية والتعليم المصرية. هيكون فيه 70% من الطلبة الأجانب
و30% من الطلبة الفرنسيين. ده بالنسبة لفرنسا، وهيكون تباعا كذلك في جمهورية مصر العربية. ليه؟ أنا عايز أعمل دمج واختلاط ما بين الثقافات، بحيث ان المصري الطالب من سن 17 و18 سنة اما يبقى وسط هذه الثقافات وانا بحميله ظهره، انا عارفة ايه الرسالة وايه الصورة اللي هيقدمها عن بلده. دي مهمة جدا، وده بيدخل ايضا في نطاق الاستمرارية، ان انا كل ما ببقى في ظهر المصري بكل الوسائل. هناك كثير من الانتقادات، اعتدنا على هذا وده امر طبيعي. ليه؟ الانسان بيبغي الكمال، فلا نعترض اطلاقا على اي نقد، ولكن نبني على اساسه. عشان كده بقول لحضرتك اتكلم مصري، البيت المصري، مدرسة نجيب محفوظ، الاكاديمية في روما، طبعا. كل هذه الوسائل من وسائل تشكيل الصورة الذهنية عن ونشر الثقافة المصرية ودورها المحوري في المنطقة طبعاً. وإبراز القوى الناعمة وقوة مصر أساسي. كبيرة في مجال الثقافة جداً. دون أدنى شك، والفن والإبداع. أنا مش محتاجة قوتي الناعمة، عذرا للمقاطعة، إنها تكون من وقت للتاني. أنا هي مستمرة طبعا. ما أنا بقول لحضرتك يعني لازم تكون المكاتب الإعلامية في الخارج. شكرا جزيلا لحضرتك ضيفتي الكريمة الأستاذة أمينة حاتم، المستشار الإعلامي الأسبق بسفارة مصر بدولة جنوب إفريقيا، وإحدى المشاركات في الندوة التي أقيمت مؤخرا عن دور المكاتب الإعلامية والثقافية في سفارات مصر بالخارج بين الواقع والمأمول، والذي شارك فيها عدد من الكتاب والإعلاميين والمتخصصين. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تحياتي وأطيب أمنياتي بالتوفيق. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهارده من المنصة الثقافية. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في 4:30 مساء بتوقيت القاهرة. تحياتي داليا وفقي، إلى اللقاء.